الجوع. لما نطيع النبي ربنا يرفع عننا السلاح. لما نطيع النبي ربنا يرفع عننا الخوف. الذي أطعمهم منين؟ من جوع. وآمنهم منين؟ من خوف. لأن أسوأ سلاح تقاتل به الشعوب هم الحاجتين دول، إنك تعيشه خايف. خايف بقى من المستقبل، خايف من السلاح، خايف من الحرب، خايف من الدمار، خايف من الفيروسات، خايف من العدوى، خايف من البكتيريا، خايف. المهم إنك أنت تعيشه خايف. والجوع دولك أسوأ سلاحين تقدر تلاعب بيهم أي حد. ولذلك كلما تضعف أمة الإسلام كلما يأتي أعداء الإسلام فيخوفون الأمة منهما، من الجوع اللي هي مسماه بالحالة الاقتصادية، ويخوفوا منين بقى؟ من حاجات كتير، من المرض، من الأوبئة، من الأوجاع، من حاجات كتير بيخاف. يبقى الناتج ايه؟ الناتج ايه؟ ان انت محتاج امن، ومحتاج انك تطلع من الخوف، من الجوع والخوف. فانت محتاج ايه؟ محتاج انك تتبع النبي. ايه الدليل؟ الصحابة لما راحوا النبي عليه السلام قالوا له: صلى الله، احنا خلاص بقى تعبنا، احنا شايلين السلاح، نايمين بالسلاح، قاعدين بالسلاح، واحد نايم واحد صاحي، ايه الحكاية؟ ده احنا عايشين في قلق على طول، احنا عايزين بقى مكان نقعد كده نستريح ونحط السلاح عننا ونبقى مستريحين وعايشين في امن وعايشين في امان. تيجي الآية اللي بعدها اللي هي بعد دي: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال إيه بقى؟ قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف الآية تاني: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. هيعمل لهم إيه بقى؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يبقى عشان يرفع عنك الجوع، عشان يرفع عنك المرض، عشان يرفع عنك السلاح، عشان يرفع عنك الخوف، عشان يرفع عنك الأرق، انت محتاج تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب جرب كده واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هتحس بخوف ولا هتحس برعب ولا هتخاف من بكتيريا ولا هتخاف من فيروسات ولا هتخاف من أي حاجة خالص، سواء كانت الفيروسات بتاعتنا ولا بتاعت اللي قاعدين حوالينا، مش هتفرق يعني. لكن المفيد في الآخر ان مش هتخاف من حاجة، لأنك تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن معنى الهداية أن يهديك الله إلى الصواب وأن يهديك الله إلى الحق. ممكن يتحط قدامك طبقين من طعام، واحد منهم فيه ميكروب والتاني ما فيهوش، يعني واحد فيه والتاني ما فيهوش، فيهديك الله إلى أن تأكل اللي هو الصحيح الذي لا شيء فيه، وبعدين يبقى أنت كده في حال كويس، مش كده؟ وممكن ما يحصلش الهداية بالصورة دي فيترتب على كده أنك تأكل الحاجة المريضة. ايه اللي يخليك تاكل المريض؟ لانك لم تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباعك لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي سبيل للهداية، وان تطيعوه تهتدوا كما قال الله تبارك وتعالى. وبين الله الخطر، كل الخطر من ترك السنة. قال: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم ايه؟ عذاب اليم. فعشان كده كان مهم جدا نحافظ على السنة. كل مرة على مدار السنة لازم أجيب حتة على أهمية السنة، لازم أقول يعني إيه أهمية السنة، بعدين نقول يعني إيه سنة، بعدين نقول نقطة اللي عايزين نتكلم فيها. أنا قلت المرة اللي فاتت إن إحنا عشان نتبع النبي لازم نعرف سنته، بس عشان نعرف سنة النبي عليه الصلاة، عشان نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعرف إيه السنة. ولذلك أنا قلت في 6 نقاط و6 محاور رئيسية أنا مش عايزكم تنسوهم، لأن على مدارهم هيكون حديثنا على مدار العام كله بإذن الله تبارك وتعالى. بقول إيه هي السنة؟
ايه اللي بيربط السنة بالقرآن؟ طب ايه علاقة السنة بالقرآن؟ طب يا ترى القرآن محتاج لسنة مع ان ربنا بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ طب ايه هي منزلة السنة في التشريع الإسلامي عندنا؟ طب ايه اللي خلى الناس اهل الضلال واهل الزيغ، ايه اللي الشبهات اللي خلتهم ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ دول 6 نقاط انا مش عايزكم تنسوهم خالص.